ويا مساء الفل وحلقة جديدة من ترند الترندات وأحمد ومينا ومعاكم ترند جديد. ومعانا الترند فين المرة دي يا أحمد؟ النهارده جايب لكم مزارع رماز. ترند جديد قالب الدنيا، كل محافظات مصر بينتشر مزارع رماز، كل انواع الالبان. حلقه جديده، يلا بينا. 60 فرع مزارع رماس انتشر بسرعة البرق، المنتجات بتاعته جبارة، قلنا لازم نعمل زيارة. معانا ترند جديد رماس، يلا بينا. يلا بينا. ترند الترندات، بنعيش احلى اللحظات. ورجعنا لكم تاني ترند الترندات، احمد ومينا ومزارع رماس واحلى البان. والنهارده معانا مين بقى؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن هيقول لكم، الناس اللي بتسال رماس بيبيع ايه، تعالى يا مايكل. عبد الرحمن هيقول رماس وتلاجة الحلو عند مزارع رماس ايه هي. بص، قول لنا بقى الحاجات اول الجميله دي يا عبد حاجه دي الرحمن. بتبقى موسات، دي بتبقى عباره عن كيك فاتش، تمام. بيبقى معاها مثلا مع اختلاف بقى موس اوريو، موس رافاييلو، موس كندر، موس لوتس. بتبقى عباره عن كريمه موس لوتس ومع كيك فاتش موس رافاييلو، كيك مافن انجليزي، وعليها كريمه شوكولاته رافاييلو، موس اوريو، نفس فكره اللوتس نفس فكره الكندر. دي بتبقى الموسات يعني. في مثلا الجار ده بيبقى زي لا فكره. استنى اطلع لفوق تاني. البيستاشيو خلينا ترند فوق. الترندات بتاعنا، تمام، اللي البيستاشيو قالب الدنيا. دي بقى كنافه بيستاشيو محمصه، تمام، معاها كريمه ومعاها صوص البيستاشيو. في منها بقى بالمانجا، في مثلا رز بلبن بقى دوشه، ده بيبقى عباره عن رز بلبن مع كيكه تريليتشي مع صوص كراميل ومكسرات. ده برضو تمام. حاجه من الاخر يعني. في بقى برضو ريد فيلفت، ده بيبقى عباره عن كيكه ريد عاديه معاها جبن كريمي. في بقى جيلي مهلبيه، جيلي ساده. في بقى مهلبيه ساده وعاشوره، كريم كراميل بودنج، مهلبيه بالشوكولاته. في يعني رز كل بلبن. منتجات الالبان الستاندر موجوده عندك، غير بالظبط، بقى كل الجديد. كل حاجه تلاقيها موجوده. رز بقى بسبوسه اللي احنا متعودين عليه دايما، رز بلبن بالقشره اللفه اللي هي وش اللبن. تمام. في بقى الجار ده، في منه بقى بس هو حاليا الباقي مش موجود. في مثلا الجار الازرق، توت ازرق، توت احمر، بس هو بيبقى ميكس بين التشيز كيك وميكس بين الموز. تمام. تمام، نفس المكونات، بس بيبقى في طبق كيك كده فاج مديها سنه لطافه يعني، سنه كده والقطع لذيذة أوي. القطع المهلبه دي. دي بقى التشيز كيك احمر، توت احمر، بيستاشيو، توت ازرق، توت احمر، وكيك لوتس. شوكولاته وكراميل بيبقى في طاجن دبي، طاجن دبي كيك فاتج وعليها طبق الكريمه وطبق طاجن شوكولاته دبي ده دبي اللي هو وكنافه الترند بيستاشيو. الجديد. بالظبط كده. يبقى طاجن نوتيلا، طاجن كيت كات، طاجن لوتس. والحلويات الجميله في اللي تحت دي بقى ايه؟ رز بلبن شرقي، بسبوسه مكسرات عليها كريمه. في بقى تمام. جنبه على طول بالقشه اللف اللي هي وش اللبن برضو، اللي هي اصلا ميكسها مع الرز بلبن بيبقى حاجه لذيذه تحفه قوي. طبعا. بسبوسه مكسرات وقشه لف. في بقى فتات، بس الفته الحاليه الموجوده اللي هي بالبندق، هي بتبقى عباره عن الفته البندق، بتبقى عباره عن رز بلبن مع ملفي وبندق ونوتيلا. في منها بقى بالبيستاشيو وفي منها باللوتس. في بقى تريليتشي كيك محليب مكثف كريمه بالقشطه اللي هي دي. في منها بالكراميل، في منها بالمكسرات اللي هي القشطوط الله. عامه، بس احنا هنا مسمينها رموز. طب هو كله حلو، احنا سامعين ان في عصاير. في عصاير، في حاجه. ايه موضوع العصاير ده؟ مزارع عصاير. رماس عامله ايه؟ في عصاير مثلا زي حليب بالفراوله، حليب بالتمر، حليب بالكراميل، في بالقهوه. في مثلا صوبيا. في صوبيا، تمام. في رايب عادي كبير، حجم كبير. في حليب خالي من اللاكتوز، مثلا لو حد ما بيحبش اللاكتوز اللي بيبقى موجود في اللبن، ده بيبقى خالي من السكريات برضو، هيبقى كويس جدا، بيساعد في الهضم وبيساعد لحاجات كتير قوي. انواع الالبان كلها، كل انواع الالبان موجوده. انت دخلت في بقى زبادي مزرعه وفيرو برضو على رماس؟ الزبادي. في جبنه برضو هاي بروتين. في جبنه لايت. دي بقى بتبقى احنا كده بقى ندخل على الحوادق، على بالظبط بقى الجبن. كده دخلنا على خلصنا الحلو، هندخل على الحادق مع عبد الرحمن. ما تروحوش في اي حته، ولو ناوي تكمل الحلقه يعمل ايه يا مينا؟ لايك بقى، ده حاجات حلوه قوي هنا. تعالوا بقى نكمل نشوف ايه الحاجات دي. لايك يلا. وشير وسبسكرايب وكومنتات. محدش يروح في اي حته. هنرجع لكم تاني مع عبد الرحمن، نقول لكم جبنه رماس عباره عن ايه اللي مجننه الدنيا. جاي لكم تاني. ورجعنا لكم تاني، احمد ومينا ترند الترندات. والنهارده زي ما انتم شفتوا في مزارع رماس، جو تاني خالص من الالبان. هنشوف ايه يا مينا؟ الجبن بقى والحوادق بقى معانا دلوقتي، جميع انواع الجبن وكلها من انتاج مزارع رماس. تعالوا نشوف. يلا بينا، لسه مكملين مع عبد الرحمن، وعبد الرحمن هيقول لنا رماس بيقدم ايه في عالم الجبنه. بص، عندنا طبعا جزئين. جزء بيتقسم لجبن الجبنه بتبقى نباتي، وجبن نص بيتقسم لجبنه طبيعي. طبعا النباتي عندنا اصلا مش نباتي، هو بتبقى نسبه الطبيعي فيه بتبقى 80%، و20% بتبقى زيوت نباتيه زي زيوت جوز الهند وكده. فحاجه مش نبات اللي هي، بس حاجه برضو تمام. كلها كويسه جدا.
يعني مثلا في عندي جبنه دوبل كريم، في جبنه ثلاجه اللي هي الملح الخفيف، في منها بيبقى طبعا طبيعي وفي منها النباتي. طبعا الطبيعي بتبقى لبن طبيعي 100%. في بقى جبنه فيتا بكل الانواع، فيتا اسكندراني، فيتا طبيعي، فيتا ساده، فيتا فلفل، فيتا يعني في كل انواع الجبنه الفيتا، في جبنه قريش، في براميلي، في جبنه اسطنبولي. بس انا سمعت يا عبد الرحمن ان انتم مميزين قوي سلطه الجبنه. اه طبعا في سلطات كويسه جدا، مثلا زي سلطه الشيف، في سلطه بيتي، في سلطه يوناني، في سلطه بشاويش، سلطه قريش، في برضه سلطه قريش دايت، في برضه جبنه سلطه قريش زيت زيتون، دي بتبقى جبنه ثلاجه معاها زيت زيتون وحبه البركه. الله. تمام. في بقى مثلا سلطه الكواكب بتبقى لانشون، لانشون بيف ومعاها جبنه دوبل كريم، برضه حاجه لذيذه قوي. والمعلبات بقى يا في عبد طبعا الرحمن اللي بتقدمها ريماس، انا في- شايف دايما انتم مميزين دايما في باشكال معلبات مثلا ده جبنه شيدر بالزيتون، وده شيدر فلفل، وفي شيدر ساده. في معلبات مثلا ده قشطه ساده، دي بقى مرتع. الله. دي مرته بلدي، حاجه من الاخر يعني. في بقى مثلا دي قشطه ساده، نفس القشطه دي بس مضاف بقى عليها عسل، قشطه بالعسل. تمام. في بقى مثلا سبريد بالرومي، سبريد ساده، في بقى صوصات، بس معلبات كلها يعني حاجه كده هي موجوده اصلا في اللاين عادي سايب منها، بس دي بقى معلبات. طيب ايه نوع الجبنه اللي انت يعني تحب تغري بيه الناس بقى ان هم يحبوا يجوا يدوقوا ريماس؟ لا يعني في انواع كتيره قوي، كتير قوي، فيها اذواق بقى تختلف على حسب كل واحد بيحب ايه. بس عامه انا بالنسبه لي جبنه ثلاجه مثلا حاجه برضو لذيذه، ملح خفيف ولذيذ قوي. طب انا شايف حاجه حلوه قوي، تعالى معايا مايكل كده. انا شايف ان في موتزاريلا وزيت سمنه بلدي، دي زبده بلدي مظبوط؟ دي زبده بلدي، في منها بقري وفي منها جاموسي. في بقى طبعا ميكس جبن، ده بيبقى ميكس شيدر وموتزاريلا ورومي. في بقى موتزاريلا عاديه، في بقى اوزان مختلفه، 200 جرام، 300 جرام، نص كيلو. ده طبعا 300 جرام. حلو الوزن ده. في برضو الميكسات دي، في منها نص كيلو، في منها ربع كيلو. ممتاز. الزبده الفلاح دي نوع واحد؟ نوعين، بقري وجاموسي. بقري وجاموسي. بالظبط. حبيبي عبد الرحمن، تعبناك معانا، مفيش أي حاجة. اشكرك جدا حبيبي، ربنا يخليك. استنونا ما تروحوش في اي حته. رجعنا لكم تاني ترند الترندات، احمد ومينا، ولسه مكملين معاكم بعد جوله كبيره في اصناف مزارع ريماس. والحلو وصل يا مينا. انا معايا اختراع هكونا بطاطا. هكونا بطاطا. هكونا بطاطا يا جدعان، اختراع. انت طبعا الحلويات جوه تحيرك، تبقى مش عارف تاكل ايه ولا دي ايه. حقيقه يا مينا. بس دي اول ما شفتها حسيتها جديده كده وجواها حاجات جديده، قلنا لازم نجربها. ندهت على مينا وانا هكونا جبت بطاطا. رز بلبن بندق، وده من الحاجات المشهوره عند مزارع ريماس. يلا نفتح ونشوف يا مينا. سعره 49 جنيه هكونا بطاطا. والرز بلبن سعره 55 جنيه. بيتكون من ايه بقى هكونا بطاطا ده؟ بيقول لك بقى ايه، بوستاشيو وبطاطا وفستق ومافن، ويعني شويه حاجات حلوه كده. انا لازم ادوق. رز بلبن بندق يا جماعه. ثم مبرشمين العلبه بطريقه يعني ايه تخليك يعني الوش كريسبي تتعب. والرز تحت والبندق على الوش. يلا بينا. تعبنا لحد ما فتحناه. والبطاطا. هكونا بطاطا يا جدعان، اول مره اشوفها واول مره ادوقها في حياتي. من فوق طريه ومن تحت ناشفه. طب انه ياخد كده من تحت. ده فعلا ده في بطاطا تحت يا جدعان، ده طلعت فيها بطاطا. هكونا بطاطا. وانا طبعا الرز بلبن بندق، هم مسمينه فتة رز بلبن، طبعا مليان ملفيه وطبقه شوكولاته وبندق. واحلى حاجه فيها يا جماعه دسم ولكن سكره قليل. فتة رز بلبن بندق من عند ريماس. يلا ندوق تاني. الاختراع ده تصدق محدش عمله، وده رقم واحد اهو. ريماس اول واحد يعمل الاختراع ده. هكونا بطاطا ده ولا هكونا بطاطا، طعمه حكايه. اول مره ادوقه، طعمه حلو قوي 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 من هنا لكتير. البطاطا اولا الصوص اللي حاطينه من فوق ده مدي كده مسكر كده شويه، وطبعا هو طري فمدي زي الكريمه. وبرده الحاجات اللي حاطينها بقى. كل الناس في التصوير هيبقوا مستنيينك تاكل اللي على الوش ده ويعرفوا ايه ده. اللي هو ايه الصوص اللي فوق ده. كل دي وجودوه بقى، قول لهم ايه اللي على الوش ده. هل دي بطاطا؟ ده صوص حلو كده. يلا وانا هدوق تاني برضو. بس مع البطاطا عامل حاجه حلوه. ناخد بقى مايكل بوست. تعالى، في شوكولاته هنا، قطع شوكولاته مع الملفيه.
مع البندق مع الرز بلبن يا جماعه دسم جدا جدا. لا الحاجه مخدومه قوي 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 بضمير، انت حاسس ان انت بتاكل حاجه مخدومه خدمه 100 100. الحاجه طعمها جبار، انا اول مره ادوقه بس فعلا هاجي تاني. انا فوجئت ان في 60 فرع في مصر كلها مفتوح ريماس لاند على مستوى المحافظات. عامل حاجات عجيبه جوه. شفت المورتا، عامل مورتا، عامل مرتى وانواع الجبن، هو مشهور بالجبنه. عامل قشطه، عامل حاجات كتير. وليه فرع على فكره في شبرا مصر يمينة، في دوران شبرا، عامل يعني رواق جامد قوي. وفي النهايه حبينا ننقل لكم تجربه جديده وحاجه جديده. يا رب الحلقه تكون عجبتكم، ولو الحلقه عجبتكم لايك وشير. واعملوا ايه يا مينا؟ سبسكرايب بقى القناه، اشترك، شغل كل الاشعارات عشان اي حلقه جديده تنزل لك. فعلا ترندات احنا وراها في كل حته. ترند الترندات، احلى الحاجات في كل المجالات. احمد ومينا، سلام. سلام.